منهم 2 دكاترة في الكيمياء تم استئجار شقة بمعرفتهم قبل الانتخابات بشهر، وكانوا يصنعون القنابل اليدوية في هذه الشقة. وعند اعلان النتيجة من الساعة 2 للساعة 4 كانوا معاهم 6 قنابل. كان المستهدف منها مركز اسم شرطة طوخ، والمستشفى العام الاميري، مستشفى الدكتور سيد الفيومي، وده عضو في مجلس الشعب، والمحكمة الابتدائية. كان مستهدف كل راجل منهم هيفجر محكمة ساعة اعلان النتيجة بتاع الفريق احمد شفيق لو نجح. ولكن المستشار فاروق سلطان ساعة اعلان النتيجة اعلن ان هو الدكتور محمد مرسي هو اللي فايز. فكان ساعتها كانوا شدوا فتيل القنبلة، فهم ما عرفوش يتصرفوا. هيتصرفوا ازاي؟ الفتيل شدوه خلاص، ما عرفوش يوقفوا اللغم او القنبله اللي هم عاملينها. فالقنبله ال4 قنابل انفجروا في قلب الشارع عندنا جنب الساحه الشعبيه، وانفجرت فيهم ال4 وماتوا ال4 ساعه اعلان النتيجه. ماتوا ال4 من الاخوان المسلمين عندنا في مركز القليوبيه، ومدير امن القليوبيه عارف الكلام ده، مأمور شرطه مركز طوخ عارف الكلام ده، وفي محضر بارقام موجوده في محضر شرطه طوخ. دول الساعتين اللي هم كانوا قبل النتيجه، وكان معرضه مصر كلها لنفس هذا النظام. وشكرا لاخواننا بتوع المنصه كلهم. شكرا يا فندم.